السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا يا رب، بركات يا رب تكونوا بالخير كده والصحة دايما يا رب. هنتكلم النهارده يا جماعة على حاجة مهمة جدا، وهي شغلة يعني بال الناس بحالها. يا عم احنا ما بنفطمش فطام كويس مع الأمهات، احنا ما بنطلعش فطام كويس مع الأمهات. دي عندنا ايه يا جماعة؟ بسم الله ما شاء الله عليها، بقى بيقولوا عليها البابيون طبعا، لأن هي واخدة شكل البابيون. هو البابيون بيبقى اسود والكلام من دي، خدت بالكم في ايه؟ هي مش سودة بس بيقولوا عليها البابيو. طبعا الام دي معاها خلفه زي ما انتم شايفين، والدنيا طبعا الناس عايزه توصل لمرحله اللي انا افطم الاوزان العاليه، افطم كيلو ماشي وفوق الكيلو ان شاء الله باذن الله. طبعا الميزان عندنا احنا بنحاول ان احنا نثبته، ان احنا نفطم الارنب كيلو، حتى لو الام معاها 8 ان شاء الله بفضل الله عز وجل بيطلع الارنب اقل ارنب عندنا كيلو. طبعا زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، الام دي معاها خلف والام دي عشار. بص الارنب عامل ازاي، بص الارنب. ارنبنا طبعا هو بيتميز اول حاجه فيه الظهر، ودي الحاجه يا جماعه اللي بتخلي الارنب يوزن. الظهر وطول الارنب، الارنب طويل، الارنب طويل، ارانب طويله. بسم الله ما شاء الله اهي، اهي ام دي معاها كام؟ معاها 8 اهو. ارنب الله اكبر عليه اهو. بص يا جماعه، بصوا الارنب، ارنب طويل عامل ازاي. فانت يا جماعه لما بتيجي تهجن خدت بالك لازم تختار ذكر صح، لازم تختار ام صح. بص دي اهو خلفه مع الام، ام والده، دي هيتركب لها صندوق عشان خلاص. الخلفه دي طبعا ما بتتفطمش غير على 35 يوم بالظبط. الناس اللي تقول لك لا افطم بدري عن كده، انا ما بفطمش بدري، انا بفطم على 35 يوم يا جماعه عشان اطلع الاوزان اللي انا عايزها، عشان اطلع ارنب احطه عند في عين اللحم او عين السلاله، يدي الاوزان اللي احنا عايزينها، يدي الاحجام اللي احنا عايزينها، تطلع منه ارنب لحم محترم، تطلع منه تنقي منه الحاجه كويسه، السلاله تطلع سلاله كويسه للناس، ناس تاخد من وراها عيش. بسم الله ما شاء الله، حته اهي عشان نشيلها اهي، خدتوا بالكم. في هنا يا جماعه زي ما احنا قلنا، زي ما احنا قلنا طبعا لازم تختار الارنب كويس، لازم تختار الذكر اللي هتهجم منه، لازم تختار الام، ام تكون طويله، ذكر يكون طويل، ظهر يكون عريض. مش مهم اللون ولا مهم المسميات، دي شعاري في تربيه الارانب وانتني ماشي بيه ان شاء الله معاكم دايما. انا ما بمشيش ورا لون الارنب، انا ما بمشيش ورا اسم الارنب، انا لو عندي الالوان كلها فانا عندي الالوان رغبة للناس اللي عايزه سلالات وبتدور على الالوان معينه. لكن انا مش هنطلع ارنب عندي بلون معين الا لما يكون في صفة حلوة. حتى لو انا مثلا عايز بابيونات عندي وما لقيتش البابيونات اللي عندي ديت مش كويسة، مش هطلع، لو مش هطلع خالص بابيونات. خدت بالكم؟ لازم اطلع ارنب يكون بابيون صح، لازم اطلع ابيض ارنب يكون ابيض صح، لازم اطلع ارنب شنشيلا صح. خدتوا بالكم؟ غير كده انا ما نعرفش نشتغل في الارنب، لان انا شغلانتي في الارنب شغلانه تهجين سلاله محترمه، تديني تحويل لحم، تديني اوسان عليه. احنا في الصيف ودي شغل الصيف اللي الناس بتقول لك الارنب ما يشتغلش في الصيف. الارنب لو سلاله كويسه مهيأ له الجو، تبريد كويس، شفاطات، خلايا تبريد، الارنب هيشتغل معاك ويديك التحويل اللي انت عايزه. بس هي دي المعلومه اللي انا حبيت اوصلها للناس، وهي دي اللي انا حبيت اعرفه. اختار الام، اختار الذكر، اختار سلاله صح، هتطلع باوزان محترمه، هتطلع بارنب محترم. ارنبك لازم يكون طويل، ارنبك لازم يكون ظهره عريض، ارنبك لازم يكون في صفه الانتاج والتحويل. بس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.